السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الفيديو ديال العسل اللي وعدتكم انني نحطه لكم. راه كيجي زوين وكيجي ناجح 100%، وكيجي ثقيل لا للشباكيه ولا للحلاوي ولا حتى للغيف والبغرير. راه كيجي رائع وكيبقى مده طويله ما كيحجر ما والو. فعلى بركه الله كناخذوا واحد الكوكوط وكناخذوا قالب ديال السكر وكناخذوا ايطرو ديال الماء. من الاحسن نستعملوا السكر قالب، فكنوضعوه في الكوكوط وكناخذوا هذاك الايطرو ديال الماء وتنخويوه عليه من الفوق، من الراس الفوق ديال القالب حتى كنكملوا هذاك الايطرو كامل، او لا كنهلسوا السكر وكنخويو عليه الماء. مهم على حسب، فانا اكتفيت بهذه الطريقه هذه حتى هي كتجي زوينه وكتجي مزيانه. وملي كنكبوا عليه الماء بهذا الشكل هذا راه كيبدا كيهبط غير بوحدو. فانا هنا خديت معايا القاع عفوا وبديت كنهبط في هذاك السكر باش هكا نهبطو كله في الكوكوط ونسد عليه. فبقيت معاه بشويه بشويه حتى هبطته كامل. راه كيف قلت لكم راه كيجي ناجح، ما تخافوش منه، كيجي ناجح 100%. كيجي اللون ديالو زوين وحتى التقوليه ديالو كتجي زوينه. ما غتندموش عليه صدقوني، غير جربوه راه غينجح معكم باذن الله. فهنا من بعد ما هبطته في الكوكوط فكنغطي عليه وكنخليوه واحد الليله كامله. يعني كنديروه في الليل وكنخليوه حتى الصباح، وكنزيد معاه واحد نص حامضه، واحد الحبات ديال القرنفل 5 حتى ل7 الحبات، وكنحلكوه بواحد السباتيل وكنسدو عليه الكوكوط وكنشعلوا عليه البوطه على عافيه متوسطه. من بعد ملي كتبدا الكوكوط كتصفر كنقصوا عليه البوطه وكنخليوه ساعه الا ربع. من بعد راه كنطفيو عليه البوطه. فكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، وهذا هو القوام ديال العسل ديالنا. كيف ما كتشوفوا داك النصيص ديال الحامضه راه خدا واحد اللون كراميل كيجي زوين. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على تشجيعاتكم، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من التشجيعات ومن اللايكات ومن تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد باذن الله.